الحقيقه يمكن النهارده وزي ما شفنا مع بعض في التقرير السابق حديثنا هيكون عن المحاكم الاقتصاديه فيما يخص دعم الدوله المصريه للاستثمار المستثمرين، فض المنازعات اللي هي شيء مهم جدا بالنسبه لاي مستثمر اجنبي يدخل مصر. الحقيقه النهارده يمكن عندنا كثير من التفاصيل عايزين نتوقف عندها مع ضيفنا النهارده الاستاذ احمد عبد الله الباحث في القانون الخاص والعلوم القضائيه بكليه الحقوق جامعه القاهره. مساء الخير يا فندم. مساء النور واهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. طبعا طيب في البدايه المحاكم الاقتصاديه انشئت سنه 2008. تمام. في البدايه تصنيف هذه المحاكم وتشكيلها ايه؟ هو لو تأذني لي قبل ما نوضح التصنيف بتاع المحكمة الاقتصادية بصفة عامة، عايزين بس نلقي إطلالة على الهدف من إنشاء المحكمة الاقتصادية إيه؟ لأن الدول مختلف الدول بترحب بجذب استثمارات، سواء الاستثمارات الداخلية أو الاستثمارات الخارجية، لا سيما الاستثمارات الخارجية النظيفة. ومدلول نظيفة هنا بنعني منه اللي هي بتكون مش مكون رؤوس أموالها من جرائم غسل أموال أو ما هنالك، من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية اللي هي تؤدي إلى تنمية المجتمع داخل كل دولة من الدول. فالأمرين دولت بيؤدي إلى يعني حدوث منافسة كبيرة لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات. فالدولة المصرية سنة 2008 أطلقت القانون رقم 120 لسنة 2008 علشان خاطر تنشئ المحكمة الاقتصادية، ودي محكمة بيكون موقعها داخل التنظيم القضائي المصري، بتنتمي إلى القضاء العادي. التنظيم القضائي المصري بينقسم إلى نوعين، قضاء عادي وقضاء إداري. فالمحكمة الاقتصادية معنية أو أنها منقسمة داخل القضاء العادي، ويوصف عليها أن هي محكمة متخصصة، زي المحاكم المستعجلة دي محكمة متخصصة، محكمة الأسرة دي محكمة متخصصة على سبيل المثال. لكن في لفظ، يعني معنى كده ان هذه المحاكم انشئت لحل اي مشكلات تخص المستثمر الاجنبي او المحلي. هقول لحضرتك حالا تفصيلا بعد ما ننتهي من الجزئيه ديت. هو المحكمه الاقتصاديه اطلق عليها لفظ ان هي منظومه قضائيه متكامله، ولكن الهدف من انشائها او اختصاصها هي بتكون ليها اختصاصين، اختصاص مدني واختصاص جنائي. بتتعلق من الناحية المدنية بالنظر بأي منازعات تنشأ بمناسبة تطبيق قانون من القوانين، على سبيل المثال القوانين البنكية والإجراءات البنكية والقروض. كل ده بيترتب إذا ترتب عليها منازعات بيكون ينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية. وبعض القوانين الأخرى في المجال الجنائي زي حماية المستهلك والتمويل العقاري ألحق به حديثا. وفي الناحية الجنائية كانت معنية بالجرائم اللي هي خاصة بالتفالس، اللي بيشهر إفلاسه بالتدليس. فده من الناحية الجنائية كانت سنة 2008. يعني هو مش مفلس أصلا، ولكن بالظبط كده، يعني بيدعي الإفلاس. فدي جريمة لأن هو بيهرب من سداد الالتزامات التجارية المستحقة. فمعنى كده ان الاختصاص سواء المدني او الجنائي للمحكمة الاقتصادية معني بامور ذات صبغة اقتصادية. المستثمر لما بيجي علشان خاطر يعني يضخ استثمارات في دولة معينة بيعمل دراسات جدوى، من ضمنها ان هو بينظر بعين الاعتبار الى الاجراءات الادارية بتاخد وقت قد ايه في الدولة دي، الاجراءات القضائية لو وقع في خصومة ما مع احد من الاطراف الموردين او ما الى ذلك، لو رفع دعوة اقتصادية دعوة في المحاكم هتاخد وقت قد ايه بقى في المحاكم. فمن هنا الدولة انشأت محكمة اقتصادية بهدف تسريع وتعجيل ووضع اطر مستحدثة للنظم القضائية في المجال الاقتصادي، بما ينعكس على الاستثمارات، يكون مناخ الاستثمار جيد بما يستقطب العديد من الاستثمارات داخل الدولة المصرية. فالمحكمة الاقتصادية وبحق عند إنشائها هي يعني منظومة قضائية نقول قد تكون متكاملة عند الإنشاء، فيها قضاة متخصصين، ومن ضمن تلك الضمانات ان القضاة جميعا بيكونوا بخبرة عالية، لان القضاة المحكمة الاقتصادية جميعهم بدرجة رئيس، ودي درجة بتكون اعلى خبرة من درجات القضاة. في الاوامر على العرايض اللي بيتطلب اصدارها اثناء سير الدعوة بتكون من اختصاص المحكمة الاقتصادية، وإجراءات والمزيد من الحاجات الإجرائية بتكون متعلق باختصاصها المحكمة الاقتصادية.
ده من اجل تشجيع للمستثمر كلبنه اولى سنه 2008 زي ما اتفقنا. اذا حصل على مدار السنوات من اول 2008 وحتى الان حصل تطور في هذه المحاكم، مثلا حصل في كنوع من انواع الدعم اكثر لمناخ الاستثمار؟ حصل دعم اكثر لان في سنه 2019 صدر القانون 146 بتعديل بعض الامور المتعلقه بالمحاكم الاقتصاديه. بالزبط. عمل حوالي 7 تعديلات. هي دي يمكن الجزئيه اللي انا كنت عايزه اقف عندها، لانها اكيد هتبقى تعديلات مهمه في صالح دعم المستثمرين. ده طبعا بعد النجاح الاولي اللي المحكمه الاقتصاديه حظيت بيه من ضمن انجاز القضايا بشكل مرضي الى حد كبير في الحقيقه يعني. فمن ضمن هذه التعديلات وسعوا من الاختصاص بتاع الدوائر المدنيه، يعني ما اصبحتش حكر على الدعاوى البنكيه وحمايه المستهلك فحسب، بل امتدت الى دعاوى تقنيه المعلومات والجرائم والتعويضات المدنيه الناشئه عن هذا القانون، بالاضافه الى التمويل العقاري سواء التمويل متناهي الصغر او المتوسط او الكبير التمويل يعني. بالاضافه الى عنيت المحكمه الاقتصاديه بالاختصاص قانون مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. وسعوا من نطاقات الانزعه اللي بتختص بيها المحكمه الاقتصاديه في الحقيقه، علشان خاطر بعد ما لقينا ان هي نجحت لحد كبير، فتشجيعا اضافه مزيد من التقاضي امام المحكمه الاقتصاديه بما يشجع الاستثمارات، فالقانون جه ووسع نطاق اختصاص المحاكم الاقتصاديه. ده من ناحيه اولى. وكذلك الاختصاص للدوائر الجنائيه، وسعوا برضو الاختصاصات بتاعتها. تقليصا لحجم او لزمن التقاضي. على فكره ده يعني من الاساسيات، هي فكره الدعوه تاخد وقت قد ايه، واعتقد دي من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لاي مستثمر ان هو ينجز في القصه دي. طبعا وضع القانون ضمانه لانجاز القضايا في زمن اقصر، فعملوا حاجه اسمها النصاب الانتهائي للمحكمه الاقتصاديه، وزودوا قيمه النصاب الانتهائي الى 500,000 جنيه. بمعنى ايه؟ اذا كانت الدعوه قيمتها تدور في حدود ال 500,000 جنيه كحد اقصى، فيبقى الحكم الصادر فيها بمثابه حكم انتهائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف او باي طرق طعن اخرى، فبيكون الحكم نهائي. بس في راي مضاد قال انا كده بجرد الدعوه الاقتصاديه من ضمانه التقاضي على درجتين. هو فكره النصاب الانتهائي للدعاوى موجود في القانون المرفوعات العادي في المحاكم العاديه، لكن في حدود بيبقى المبلغ 15,000 جنيه، طبعا مبلغ زهيد بالنسبه للوقت الحاضر. فالقانون بتاع تعديل انشاء المحاكم الاقتصاديه قياسا مع القيمه بتاعه العمله، فهو طلع بالسقف بتاع النصاب الانتهائي الى 500,000 جنيه بالنسبه لنطاق المحاكم الاقتصاديه. وعوض النقطه دي، لان هو التقاضي على درجتين بيبقى ليه ضمانه، علشان لو حصل خطا من احد اطراف يبقى في فرصه التقاضي تانية، سواء المحكمه او في خصم اثر في ابداء دفوعه، بيبقى في فرصه ثانيه زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. فيعني عمد القانون الى ان من يتولى القضاء في المحكمه الاقتصاديه يكون بدرجه عاليه من الخبره، بالاضافه الى نيله للعديد من الدراسات المتخصصه، بالاضافه لان هو بيعاونه مكتب او مكاتب او العديد من الخبراء المقيدين لدى المحكمه الاقتصاديه، يعني تم انتقائهم بعنايه بالغه، وهم بيبقوا خبراء سواء خبراء مصرفيين او خبراء داخل المحكمه، كنوع من انواع يعني كنوع من انواع الاعانه لرئيس المحكمه يعني. بالظبط. وفكره الخبراء دي موجوده في القضايا العاديه، لكن الخبراء المقيدين امام وزاره العدل طبعا معلوم لدى الجميع ان بيبقى عندهم تكدس رهيب من القضايا، فلما قضيه بيتم انتداب مكتب الخبراء لبحث مأموريه معينه فيها بتطول، ممكن بتقعد سنه او سنتين فتره انتظار لحين تحديد جلسات الخبير. بالظبط كده.